السلام عليكم، يا رب حبايبي تكونوا بخير. صباح الفل عليكم، جمعة مباركة علينا أجمعين. فراخ طبعا. مؤخرا كده. وأنا بذبحهم، فحبيت أعرف حاجة، يعني أشوف فيهم عندهم ديدان ولا لأ. أنا كنت متخيلة الديدان أصلا بتاعت الفراخ دي بتبقى ديدان عادية كده زي أي ديدان. المهم وانا بنضف كده فكرت ان انا افتح حاجه من امعائهم يعني. ففوجئت بكتل كده، حسيتها زي ايه يعني، شعيرات كده بيضة شفافة، وكميات كده ايه متكومة مع بعض. فاكتشفت ان هي دي الديدان. طبعا انتوا عارفين ان انا قلت لكم قبل كده انا بحط لهم شيح في الاكل وبعمل حاجات كتيرة انتوا عارفينها. فطبعا قلقت ازاي انا بستعمل شيح والشيح معروف. وقلقت بصراحة، يعني قلت لا انا اشوف حاجة بقى تاني غير الشيح. في طبعا عرفت في سترات البيبرازين، سمعت انك ممكن كمان تستعيد عنها في اقراص بشرية في الصيدلية للديدان. فانا افتكرت حاجة زمان كنا بنستعملوها، اهالينا كانوا بيستعملوها، اللي هو الملح الانجليزي. قلت طب والله لا هجيبه وهجرب ايه معاهم، ايه الظروف. طبعا عشان بطبيعي كده احنا مثلا هنقيم نسبة وتناسب، يعني لو كإنسان مثلا كام كيلو مع فرخة مثلا كيلو، فانت هتبقى ايه هتقدري بالقيمة دي. لو عندك 50 فرخة قصاد شخص مثلا 50 كيلو، مثلا لو بياخد جرعة معينة، فانت تقسمي جرعة الشخص دي على كام فرخة عندك يعني. بس مش هتبقى بجرعات كتيرة زي ما انا قلت لكم كده، هتبقى العملية ايه نسبة وتناسب من كذا الى كذا، كم جرام او كم معلقة الى كذا، الى كم كيلو، مثلا كيلو، كيلو ونص. طبعا انت هتجمعي مثلا كده بالنظر عندك 50 فرخة، يبقى انت عندك تقريبا كده 75 كيلو، فاهماني؟ فقولي مثلا لو بني ادم 75 كيلو كيلو هياخد كام مثلا جرعة قد ايه الملح اللي انا قلت لكم عليه اللي اسمه ملح انجليزي. طبعا كل الحاجات اللي هي الأدوية والبرشام والفلاجيل والكلام دي، حاجات دي مصنعة، وبس في تركيبها بيبقى تركيب شيء أساسي فيها التركيب اللي هو الملح الإنجليزي، مركب ملح الإنجليزي. طبعا اسمه العلمي أنا مش عارفاه. فقلت اجيبه. زمان كانوا بيبيعوكوا عبوات كده في اكياس، النهارده فوجئت بيه ان هي في علبه كده صغيره خالص، يعني مش هتعمل نص معلقه، قد معلقه شاي مثلا. يا ريتني كنت عايزه اوريها لكم، بس انا فضيتها في الميه. العبوه تقريبا كده معلقه شاي ب3 جنيه. فانا جبت 3 ورحت مفضياها بقى في ازازة المية اللي انا بحطها لهم. طبعا انتوا عارفين ان انا بحط المية دي مثلا تقعد معاهم يومين 3. فحطيتها لهم، حطيت 2 يعني تقريبا كده معلقتين شاي حطيتها لهم. قلت ايه احطها لهم واشوف. طبعا في على فكرة في مركبات كتيرة جدا، من ضمنها المضادات الحيوية، انبهكم ليها ان هي المضادات الحيوية البشرية بيبقى ليها وقت معين، يعني مثلا تحطيها له مثلا هتحليها في مية ويشربوا بيها، فتقريبا كده بيبقى مثلا ليها معدل مثلا 8 ساعات، يبقى ما تحطيهوش قدامهم اكتر من ال8 ساعات. طبعا ده بما انه ملح انجليزي، فاكيد ده ملح مش مصنع، ممكن يكون مثلا يعني اقصد مش محطوطه له يعني مركبات تانية. فده ممكن يعني كده تحطيه لهم بقى وتسيبه لهم، مش هيفسد معاهم ولا هيضرهم. فحطيتها له، مليت الازازه دي ورحت حطيت عليها ايه عبوتين ملح انجليزي من الصيدليه البشري، ورحت احطهم في الازازه الكبيره دي، وهشوف بقى النتيجه ايه. لاني انا فعلا مفيش عندي بيض، وفي عندي شحوب كده في وش الفراخ. مش كل الفراخ وشها احمر، طبعا احنا عارفين الفراخ اللي وشها احمر دي بتبقى بتبيض، بس انا عندي شحوب. انا من فتره كنت بقول ايه يمكن قاطعين بيض مثلا، فتره انقطاع، بس لا هم فعلا عندهم شحوب في وشهم. العرف الابيض الاحمر ده المفروض يكون احمر، لا باهت جدا. وكمان يعني من ضمن الحاجات اللي صارت فضولي ان انا افتح الامعاء بتاعتهم وابص فيها ايه، لان انا الواحد طول ما بتفكري في الحاجه هتحاولي تفكري فيها الحلول وتدوري على مسبباتها ايه.
فلقيت الموضوع الديدان دي عندهم في مصارينهم. فزي ما قلت لكم ان الاسبوع ده انا عملت كام حاجه. جبت ادويه بيطريه وادويه بشريه، والله المستعان هنشوفوا ايه النتيجه معاهم. طبعا انا كنت قايله لكم من ساعه ما ذبحت كميه الفراخ، لان أنا ذبحت منهم تقريبا مثلا 9 و3 تقريبا 12 فرخه. فكلهم دول كان فيهم عنقود بيض، ويمكن لما ذبحت وريتكم. طبعا من بعد البيض لما ذبحت ما كنتش بلاقي بيض خالص. فمرة كده بلاقي بيضة كده، يعني اهو النهاردة مثلا ما فيش ولا بيضة، امبارح لقيت بيضتين. فمش عارفة موضوع البيض ده بقى ايه هو من تأثير الديدان دي اللي انا شفتها، مع اني انا كل اللي ذبحتهم كان فيهم عنقود بيض وكان فيهم بيض، يعني ان هو يعني هيبيضوه خلاص الصبح مثلا او كده. فمش عارفة، فهو ترتيب ربنا، يمكن عشان حاجات تحصل عشان مثلا الحق اعالج اللي موجودين. بس يعني انا ما كنتش ههتم على فكره، انا كنت هفكر الموضوع ان لما ذبحت وعملت الكلام اللي قلت لكم عليه انا ما كنتش ههتم. كنت هقول ايه فتره انقطاع بيض او هم كده قطعوا، فما كنتش ههتم بموضوع الديدان ده، لان انا عارفه نفسي ان انا بحط لهم شيح زي ما انا قلت لكم قبل كده، فما كانش هيورد في دماغي خالص. فكل حاجه سبحان الله ربك بيرتبها لكذا حاجه. اهو بصوا، حتى عندي الفراخ اللي بقول لكم عليها، الفرخه الحجازي والهندي، بقالهم اكتر من شهر دلوقتي، يعني المفروض ان هم كانوا بيضوا من بعد ما كانوا راقدين تقريبا عدوا الشهر، مفيش حاجه شايفاها. بس انا شايفه الفرخه دي بدات العرف بتاعها يحمر، بس الهندي لا، بهتان خالص زي ما انتم شايفين كده. بصوا، يعني يعني في فراخ تحسيها ان عرفها احمر كويس، دي علامة من دلالات ان هي صحتها كويسة. واما تلاقي الفراخ بهتان العرف بتاعها، فدي تعب عندهم، او ممكن يكون في الغالب بيبقى ايه ديدان. انا حطيت اللي قلت لكم عليه، الدواء اللي هو قلت لكم عليه، ويعني بمرور 3-4 ايام كده هنشوفوا ايه النتيجة، هشوف ايه اللي هيحصل. هنشوفوا الكتاكيت طبعا اللي هي كانت عندنا كبرت اهي الحمد لله. وزي ما انا قلت لكم انا جبت عليهم تاني 30 بس لسه ما كبروش، ما وصلوش الحجم. بصوا الحجم يا جماعه اللي هو اللي قلت لكم قبل كده التهجين، بصوا ما شاء الله لا قوه الا بالله. بصوا حجم التهجين قد ايه حلو جدا. طبعا هم دول مش من عمر دول، لا دول يمكن عندهم مثلا ايه، مثلا ما كملوش لسه 15 يوم، لسه ما كملوهمش. بس دول عايزه اقول لكم ما شاء الله عليهم حلوين جدا. الاحجام حلوه واحجام مريحه. بصوا، فالحمد لله.